the child is not giving you a hard time, he is having a hard time. صباح الخير، صباح الجديدة من بلو تشاتس واوز مورنينج توكس. أنا آلاء. انا نورا. معانا رنا دموم. رنا دموم. انا هفضل رنا دموم على طول. حلو. رنا دموم، البلوج بتاعك خطير، بحب الفيدباك فيه جدا. يعني من اكتر البيجز اللي موجوده على الانستجرام اللي فيها كل الحاجات اللي المامهات بتمر بيها. أيوة. من ساعه ما البيبي اتولد لغايه التودلر فيز اللي انا فيها دلوقتي. هو ده كان هدفي والله من اول ما بدات، انه اول يوم تدخل تعرف تريليت ايه ده. الله انا دي البوستات بتاعتي فاهمه، هم دول بتاعي. ايوه بالظبط. فالحمد لله يعني ده هو الحاجه، يعني الحاجه اللي هي ممكن الناس تبقى فاكره انها بديهيه، بس فعلا انا مش لاقيها. يعني انا عايزه حد يقول لي بكل بساطه تب اعمل ايه. انا يبقى لسه والده لسه برضع مثلا، ما عنديش بقى الوقت. يعني انا لما كنت first time mom كنت بقى علشان اجيب معلومه بدخل ريسيرش وادور، وكنت منزله ابلكيشن واللي هو مش عارفه اجيب المعلومه منين. ما عنديش يعني ايزنس، سبيشالي لو كمان مش سراوندد بأمهات تانية. يعني انا ولدت بدات الامومه بدري قوي، فكل اصحابي مش في الفيس دي حقيقه. انا زيك بالظبط. انا هو ده اللي خلاني اصلا اعمل كده. انا برضو فيرست تايم مام، واول ما ولدت ما كانش حد من صحابي خلف اصلا، فكنت بفيجر اوت كل حاجه لوحدي، واقعد اسيرش وادور. طب انا عايزه بجد حد يقول لي روحي للدكتور ده، اعملي اشتري، مش لاقيه. فعشان كده لما مريت بالتجربه حسيت انه حتى لو ان ريلز هتلاقوها حاجات بسيطه جدا، اللي هو ايه البساطه. عايزه اقول لك الفيديوز بتاعت الاندبندنت بلايز، الحاجات اللي هي بتاعت المكرونه ومش عارفه ايه، انا عماله اسمع لازم تعملي له اندبندنت بلاي ولازم يلعب، ومش لازم نجيب حاجات فانسي كتير ب 100 مليار جنيه. بس ستيل ايوه، ايه هي بقى الحاجه؟ ايوه دي حاجه من ربنا كاتبها لنا. لا والله الحاجه بتبقى قدامنا، بس احنا فعلا مع شغله الحياه ما بنبقاش عشان نفكر فيها. ففكره بس التيب اللي هو اعملي كذا، فينا امهات كتير اللي هو احنا الحاجات قد ايه ما هي بسيطه، بس بنحس ان هو احنا زي ما فكرناش فيها قبل كده. فهي دي عشان الامهات كلها مسؤوله والله، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر كل واحد كده يدي لحد حاجه وخلاص. بالظبط. سبيشالي ان انت، يعني انا مثلا ما اكسبيرينس كان في اي حاجه عايزه اعرفها برجع للناينتي مثلا. ففي حاجات اتغيرت، يعني في امور بسيطه اللي هو برودكت كذا. الاهالي كمان زمان كانوا بيجهزوا البيبي، مثلا هجيب له حاجته، هجيب له لبسه، هجيب السرير بتاعه. احنا دلوقتي كمان تحضيرات مختلفه. لا محتاجه مثلا اتعلم اكتر في البارنتنج، سليب تريننج، ازاي هرضعه. يعني جس وات الرضاعه مش بالبركه كده وخلاص. ايوه بقى في وعي. انا لما يعني اول ما ولدت كان عندي مشكله كبيره جدا في الرضاعه، فقررت ان انا اروح لسليبنج لاكتيشن كونسلتنت. فكان اللي حواليا كلهم يعني هي تعمل يعني ايه راح طب ما هو كنت الاطفال كلها رضعت عادي، يعني توجر شويه وخلاص. انا بالنسبه لي جماعه اكيد هي موجوده فور ريزن، اكيد هي دي دراستها فور ريزن. فبجد كميه الحاجات الجديده اللي ظهرت ما كانتش موجوده على وقت اهالينا فعلا. دي حقيقه. التو سيشنز اللي رحت، انا رحت برضو للكونسلتنت، هم شقلبوا لي حياتي. دي حقيقه. هي بتقولي كتب قد كده بس خلاص. بس بعدين اختي كانت بقى لها 10 سنين، بنتها 12 سنه دلوقتي، لما عرفت قالت لي ياه انا اتوجعت كتير في الرضاعه دي وما كانش في حد اساله. قلت لها ايوه بجد الزمن اختلف يعني. بالظبط. هو الاويرنس نفسه اتغير. دي حقيقه. او حتى البارنتنج. يعني انا عندي صحابي دلوقتي من قبل ما يولدوا وهم بيحضروا كورسز بارنتنج، اللي هو انت لسه بدري، بس هم بقى عندهم الوعي ان انا عايزه ابقى مؤهله ان انا اربي الطفل ده. فلما فكره كده على عماكي دي حقيقه. في حاجه تانية، انه انت لما يعني انت دلوقتي عندك ناس بيحضروا الكورسز دي. زمان كانوا بيجيبوا الفيزيكال ثينجز اللي فعلا البيبي هيستخدمها، ما حدش بيفكر بقى منتلي ازاي انا هوظف حياتي انها تفت مع البيبي ده. دي حقيقه. الدي تو دي رانينجز او الايرنز اللي بتحصل كل يوم، ما بنبقاش متخيلين هو قد ايه هيتغير. يعني بالظبط. هل الشخص ده، يعني انا اول ما عرفت ان في بيبي، انا اول حاجه والله جت في بالي ده بني ادم. قعدت اقول له كويس ده بني ادم، يقول لي ما انا عارف. ايوه اقول له لا انا قعدت بقى في دماغي البني ادم ده محتاج ايه، وهو تربيه وغير بقى انه الرضاعه والاكل، هو بني ادم انت محتاج تطلع بني ادم. بس على فكره هي الفكره ان احنا بنبقى شايفين هو بني ادم، بس ساعات بننسى. مش هقول احنا بننسى ان هو بني ادم، بس انت تبقي مش قادره تتخيلي ان حياتك توتالي تتغير. يعني انا مثلا لما اول ما اتجوز
ببقى عارفة انه انا هبقى عايشة مع واحد تاني بطباع مختلفة، ببريفرنسز مختلفة، بتايم روتين مختلف ونوم مختلف، فببقى عارفة ان احنا هناخد وقت نتأقلم على ده. الطفل لما بيجي احنا بنبقى متخيلين ان هو هيدخل في السكادجول بتاعنا، يعني انا عايزة ادخله جوه السكادجول بتاعتي. عايزاه يبقى معايا، يعني خلاص هعرف اروح الجيم برضه، وهعرف اشتغل، وهعرف اوصل كل حاجة واشتغل وانام. بس فعلا بننسى ان احنا الشخص ده عنده نيدز مختلفة عننا كومبليتلي، مش هنعرف. هو يعني بنحاول، بس الموضوع في ناس بتبقى عندها على فكرة الوعي ده، اللي هو انا هجيب بيبي فانا محتاجة اجيبه في وقت معين من حياتي بحيث ان انا اقدر اغير حياتي. في ناس تانية بتبقى excited قوي فبتنسى اللي هو ايه ده، الله بيبي جاي، وبعدين ما بيكتشفوا as they go انه هو احنا الموضوع مش ببساطة دي. I was not ready ان انا to let go of my career مثلا، او pause، او ان انا اغير حاجة. متخيلة ان هو الموضوع بس 3 شهور الماترنتي والدنيا تبقى back on track. هو even regardless الكارير او الديفلوبمنت بتاعك او يومك، الخروج حتى، ان في ناس هي بتحب تخرج، هي بتحب تسهر، دول كلهم مش هتعرفي تعمليهم لو انت معاكي البيبي زي قبل كده. ولو عملتيهم زي قبل كده هتبقي بتظلمي البيبي ده at some point. يعني حتى لو قلنا ان احنا ماشيين حياتنا تمام، بس انت مثلا عشان تخرجي فهو ميعاد الناب بتاعته فهتنيميه في السترولر، هو مش نايم، هو عمره ما هيوصل لمرحله الديب سليب اللي يخليه يصحى فايق. يعني هو انت شايفاه نايم بس هو مخه اكتف، فهيصحى مقرف اكتر من الاول، فهتبقي ما عملتش اي حاجه، كانه ما نمش. معلومه عرفتها لما جيت اعمل سليب تريننج، انه النوم العربيه ده مش نوم. بالظبط. ايه ده بجد؟ انا انا معتمد عليك كل يوم، بلفك اكتر كده لفتين كمان بخلصنا النفس العربيه. لا هو مش نوم. فانتي زي ما انتي بتقولي هسهر بالليل هينام في سترولر، لا ده مش نوم. الخروجات مثلا، كل الكافيهات دلوقتي فيها شيشه وفيها سموكينج ارياز، طب انا هخرج بيها في سموكينج اريا؟ يعني ببقى اللي هو ايه، لا لازم اركز ان انا هريسبكت اكتر ان ده بني ادم معايا تاني ما عنده ليني. اتس نوت اباوت ان انا هسكته ازاي، هحطه في سترونر ازاي، هزقه. يعني انا عايزه اقول لك على حاجه، ان انا اصلا كمان غير بقى حتى لو انت رايحه مكان ما فيهوش شيشه، بس فكره ان انت تقعدي مثلا في كافيه مع صحابك تشربي قهوه مع تابلر بيمشي وبيتكلم، ده مستحيل. يعني انت غيرتي شكل الخروجات كمان. يعني حتى الحاجات المكان اللي ممكن يبقى شكله تشايلد فريندلي، بس انت عارفه انت هتروحي ابنك هيقعد يزن ويتعصب ويرمي الحاجه وانت هتتهني، فانت اصلا مش هتبقي مبسوطه. يعني بقينا مثلا لو لا احنا هنخرج بالاولاد، انا محتاجه اروح مكان فيه سبيس، اوبن سبيس، يجري ابقى شايفاه، بس ما بقاش انا قاعده متقدره وهو متقدر واحنا كده مش مبسوطين. او هتلجيبها انك بس تديله الموبايل فسكرين تايم، فنرجع لحته النيدز والاهتمامات والاولويات بتاعتنا. بالظبط. انا اصلا وصلت معايا لدرجه ان انا بقيت بجد والله دلوقتي اي مكان بروحه مع حسن لو عايزه اشرب حاجه بشرب حاجه ساقعه مش سخنه، عشان لو دلقها ما يتبدلش. والله بجد. يعني انا من ساعه ما كبر وبقى اكتف، لو رايحه فعلا محتاجه اشرب حاجه وهو قاعد جنبي مستحيل اشرب حاجه سخنه، لان هو هيوقعها، فهيوقعها ساقعه هتعالى كده وقعها سخنه هيبقى الموضوع اكبر بكتير. فهي الحاجات البسيطه مش هتنفع حالتنا هنطلع كده هتبرد. فهي الحاجات قد ايه بسيطه، بس انت بجد بتستكشفي مع الوقت انه انت بتعملي تشينجز دي وانت مش اصلا مش داريانه. ايوه فاهمه. بس انت يعني مثلا بقى عندك الاويرنس بتاع ان انا هشرب الحاجه ساقعه مش سخنه عشان ما توقعش. في امهات تانية هم لا انا عايزه افت حياتي as it was وهو مش هغير حاجه. لا بس انا هروح الافراح بولادي عادي، بس ما اعتقدش ان هي تبقى مبسوطه لان عمرها يعني دايما هيبقى الولد معترض او عنده مشاكل او بيزن، وهي دايما هيحس انت بتزن ليه، فعمرها ما تعرف تعمل البالانس ده. عايزين برضه نرجع لحته انه it's not about انت لازم تعملي كده، لانه برضه احنا في سايد، ممكن في سايدز كتيره، ممكن انا مثلا كأم ما عنديش سبورت وجوزي مسافر مفيش حد يسيب معايا الولاد، فانا هتحط في موقف انه انا محتاجه ارفع عن نفسي، محتاجه اتنفس عشان اعرف اكمل رحله الامومه اللي هي اصعب عشان ما عنديش سبورت. محتاجه انزل بولادي في مشاوير، في حاجات لازم اعملها، حتى الافراح وكده. طب ما واحده صاحبتي قريبه مني جدا لازم هروح فرحها I cannot skip it، ومش هينفع اسيب الولد مع حد. فهي الفكره انه it's not انا لو عملت الحاجات دي هبقى ام وحشه، بس اعمل ايه؟ يعني اعمل ايه علشان ابالانس الدنيا. اوكي
يعني هي البالانس بيبقى صعب فعلا especially لو زي ما انت بتقولي انه انا مش حوالي حد اسيب معاه الطفل. وفي ساعات برضو يعني worth saying ان في ابهات مش helpful بالمره. يعني في ناس بتبقى مش موجود. في ناس بتبقى involved وبيقعدوا مع البيبي وبيغيروا له. في parents او يعني ابهات تقول لك انا ما اعرفش اغير دعوه. فده اصلا في حد ذاته بيبقى عقبه ان هي فعلا مش عارفه تعمل ايه. فمش هينفع تيجي تقولي لها لا ما تنزليش بالبيبي عشان نومه. طب ما هي كده حياتها بجد وقفت. او بيرنت كذا كده. يعني انا الطفل الاولاني عارفه حتى يعني انا لما جبت بنتي الثانيه كنت عارفه امانج الدنيا عشان هم قريبين شويه. يعني وقفت تمارين الكبيره شويه عرفت اقرب الدنيا. بس في الاغلب السيناريو بتاع الثيرد كيد ده بيبقى اللي هو ايه الطفل الكبير مثلا عنده 3 سنين 10 سنين صغير بيبي. فاحنا لو قعدنا بقى على السكادجول النبس بتاعت البيبي ده في البيت هنقعد مش هنعمل حاجه وهبقى بظلم الكبار. طب ما هو كبير مثلا عايز يخرج عنده اعياد ميلاد مثلا عندها تمارين. وهي تبقى في الاخر حاجه مهمه. انت عارفه ان هي النمر الكبير والصغير برضو انت عايزاه ينام وياخد النفس بتاعته. انت بقى بتهندلي مثلا 3 سكادجولز عيال مع سكادجول بتاعتك مع سكادجول جوزك which is مستحيل. دي حقيقه. فهي الفكره في الاخر انه ازاي اعمل بالانس. يعني هي اختار حاجه على حاجه تانية. ان انا ابقى عارفه حياتي هتتغير. ابقى عارفه حياتي هتتغير بس to what extent بقى. يعني انا مش هبقى كنت بفرق 3 مرات في الاسبوع فساعتها بقى بفرق 3 مرات في الاسبوع مثلا. وكنا بنتكلم ان هو فعلا نختار priorities. يعني انا مثلا priority بتاعتي ان انا الولد وانا بشتغل فالشغل دلوقتي لا انا مش هقعد اوفر تايم. مش هقعد مثلا اخلص حاجه عشان اثبت نفسي. لا خلاص انا ممكن اكون كنت بعمل كده زمان بس دلوقتي لا مش مهم. يعني انا بشتغل يعني ام اوكي بس انا مش دلوقتي مش عايزه جو ذا اكسترا مايل. بس ممكن لما يكبر شويه ارجع من ده. البيت مثلا هل البيت والطفل الدراسه وات ايفر بقى انت بتمانجي حياتك ازاي. وفي بوينت تانية مهمه قوي الناس اللي حوالينا ان انت مش هتعرفي تعملي ده لو انت اصلا الناس اللي حواليكي مش بيدوكي سبورت. انه تحوطي نفسك بناس بنفس المرحله الحياتيه اللي انت فيها عشان ما يبقوش محسسينك دايما ان هو ايه الافوره دي انت غريبه قوي. ما عادي يعني ما ينام في السترول وانت تبقي من جواكي حاسه انه لا انا مش بعمل كده. فالضغط ده eventually هيخليكي تحسي ان انت برضو مش عارفه تتبسطي. هو مع تكراره كمان بيديكي احساس كده اللي هو انا اوفر. بيبدا بقى الجلد فين اللي هو عكس بقى ده. يعني انت دلوقتي مثلا كونسيستنت ان لا انا عايزه اواظب على الحاجه بتاعتي. ان تايمز بقى بعد كده بتبداي تحسي اللي هو طب خلاص اسكيب مره مش هيحصل حاجه. عايزه اخرج الخروجه دي فهبهدلها معايا بس اتس اوكي عشان نفسي اروحها. لو هي وانس اور توايس تمام. انما لما تبداي تحسيها كل اسبوع كل شهر فبتوترك انت نفسيا. انا قصدي انه ساعات كلامهم بيرفلكت عليك انت ان اللي انت بتعمليه غلط مع انه صح. دي حقيقه. وبنشلي هتحسي ان انا اصحابي بعدوا عني وانا لوحدي. بس انت لو انت عامله ده consciously انت عارفه انه خلاص انا اخترت المرحله دي في حياتي. انا دلوقتي النوم ابني هو البريوريتي. انا بنام الساعه 8. يعني جيت في مرحله فعلا كنت بنام حسب الساعه 8 وكان في بقى two parts. في ناس كانت very understanding ومع ان هم كانوا لسه داخلين على يعني خلفه. هم ما كانوش عندهم اطفال بس they were understanding واللي هو خلاص احنا تمام هنأمند البلان عليكي. وفي ناس تانية اللي هو ايه الافوره دي بجد. فخلاص هقابلك ان شاء الله في مرحله تانية في حياتي انه يبقى on the same page. بس دلوقتي انت بتدوريني مش بتفيديني في حاجه. هو ده setting boundaries بقى ان انا برضو مبقاش بتنازل بقى عشان الناس هتقول عليا ايه او دايما كأن دي مشكلتك ان انت اللي خلفتي فشيلي بقى الليل. انت اللي تتحملي ان لا. يعني ساعات بتبقى الموضوع بسيط ببساطه ان هما يقربوا لك يخرجوا في حته قريبه عشان انت يا دوب مثلا هتسيبيه وقت الناب وترجعي. انا بقيت احب خروجات البيت. ايوه تعالوا لي البيت. انا البيت يشيلك الناس كلها فاهم. بس خلونا هنا في البيت. طول ما هنا يبقى جوه انا تمام. ولو انت كمان جروب بقى معاكوا اطفال هتبقوا دايما بتتقابلوا في البيوت عشان بجد الخروج من البيت بقى هنا صراحه. بشري لو اعمار بقى مختلفه وبيبيز وتادلرز وبتاع ده الموضوع بقى صعب. وبنحست والله بس عشان احنا اخترنا ده مش حاسين ان هو احنا مفروض علينا. فلو احنا نتجمع في البيت احنا كلنا حابين ده فاحنا بنتبسط زي ما هنتبسط في اي مكان بره. بس ده لما يبقى فعلا زي ما بتقولي الوعي جاي منهم هم كمان مش انت لوحدك. لما هم فعلا يبقوا معاكي on the same page. غير كده مهما عملتي هتحسي ان انت اللي وحشه وانت اللي مقصره. وان بقى يعني انت مقدرهم هم ان هم يخرجوا معاكي بفرينك. ايوه بالظبط. انا عندي انتمتي كانت يعني معايا step by step في موضوع حسن. وبعدين هي she was very understanding. بس دلوقتي لما خلفت بقت تقولي انا عرفت انا حسيت بيكي. انا فهمت ان ليه كنتي very strict وان انت كنت بقول لهم انا مش بوظ لهم حسن.
فدلوقتي تقولي انا عارفه يعني ايه ان انا اقول لحد انا مش هبوظ النوم مهما كان التكلفه، لان انا قد ايه تعبت عشان اظبط النوم ده. برافو صاحبتها. هي كانت بتقولي انا قد ايه تعبت عشان اظبط النوم ده، فانا دلوقتي بس عرفت انت قد ايه تعبتي. يعني في الاول كنت سبورتيف بس كنت فاهمه. فبجد هو ده الاهم، هو ده اهم حاجه، الناس اللي حواليكي. عارفه في حته كمان انت قلتيها ان انا لازم ابقى عارفه ان انا مش لازم اثبت نفسي في الشغل. من الحته دي فكرتني قوي، احنا كنا عاملين حلقه في سيزون فات اسمها للرجال فقط. للرجال فقط ريفرنس للفيلم. انت عارفه الفيلم ده؟ لا عارفه فيلم ابيض واسود كده بتاع سعاد حسني. ما بتفرجش قوي على افلام. المهم يعني اللي هو هما بنتين يعني راحوا يشتغلوا في موقع المفروض ان هو للرجال. ايوه عرفت لما قلتي. ايوه صح. فهي الفكره انه انا في فرق ما بين ان انا اعرف اعمل ده بس انا هفضل مش هعمله دلوقتي. مش لازم اقعد هثبت نفسي لمين ولايه. احنا برضه دايما محطوطين كده ان انا لازم اثبت لكل الناس في الشغل ان انا عشان ما قصرتش. لو جس وات يعني. فكان ده اصلا conclusion كله بتاع الحلقه يعني. ففعلا فكره ان acceptance دي اللي بتنطبق على الشغل وبتنطبق على accepting ان انا accepting حياتي اتغيرت. انا اقعد في البيت وهتبقى قاعده حلوه، لان الجول ان انا اقابل صحابي ونرغي. مش ممكن نقعد خروجه فانسي، ممكن نعوضها بعدين ان شاء الله. واكسبتنج ان دي فيز وهتعدي. هو دلوقتي بيضايقني في الخروج، بس لما يكبر شويه هعرف اخرج مع مثلا بشكل مختلف. دلوقتي بيزن كتير، بس لما يكبر شويه التنشنز هتقف. ففكره ان انت تبقي فاهمه دايما ان دي فيز وهتخلص، هندخل في فيز بعدها بس الحياه لن تطول. والله يعني الموضوع انت ساعدني جدا. انا لما بدخل في وقت صعب مع حسن بحس انه هو مش هيفضل كده طول عمره، هو كام شهر والموضوع ده هيخلص. فبتشجعك شويه ان انت تكملي. وحلو تسمعي بقى من يعني انا بقى coming from the future يعني. مثلا خرجت من كام شهر كده مع بنتي الكبيره 8 سنين. بالنسبه لي برضو يعني انا الصغيره 4 سنين، دايما نخرج مع بعض. فلما كنت مع الكبيره لوحدنا لقيت انه ايه ده اكتشلي انا خرجت خروجه حلوه يعني. انا انبسطت، لعبنا، كلنا، اتكلمنا. لا يا جماعه في امل وتلاش at some point هنبقى صحاب وهتبسطوا، مش هتبقى هي الحد اللي بيخبط ويبقى عليكي الحاجه وبيزن. فكل حاجه ليها ايه وهننام ان شاء الله هنبقى at some point. دي لسه انا بقول لك من الواقع هي لسه بتنامش شويه، بس مش هنوصل لها اكيد. انا بس كنت بتقولي لي على موضوع الكونشس بارنتنج. كنت بقول برضو ان حاجه من الحاجات اللي هتساعدنا قوي ان احنا نبقى كونشس. احنا ليه بنتضايق من الاطفال لما مثلا بيزنوا او بيبوظوا لنا خروجه؟ يعني ايه الحاجات اللي تريجرنج بالنسبه لي؟ هل مثلا لما حسن بيزن في مول، هل انا خايفه مثلا ان الناس تبص لي، ولا انا خايفه عليه، ولا انا خايفه ان انا مثلا صحابي يقولوا لي ايه ده احنا زهقنا فما يخرجوش معايا تاني؟ فكره ان انا ابقى conscious about how I feel او why is it triggering دي point. والبوينت الثانيه ان انا ابقى conscious هو بيعمل كده ليه. يعني هل مثلا هو جعان، هو ممكن اصلا انت يعني تبقي ماشيه في يومك انت ناسيه ان هو ما كانش بجد في انا ساعات بنسى. انت ناسيه ان هو ما كانش بيزن. هو بيزن ليه؟ عشان ما كانش عادي. ممكن تفكري ان هو انت نفسك تاكلي. احنا نفسنا بنبقى كرانكي. يصحى مثلا بالليل يقعد يصرخ بابا يقول لي هو بيعمل كده ليه؟ اكيد مثلا حلم بحاجه وحشه، اكيد عنده مغص فيها 100,000 حاجه. بس انت لما بتطلعي كده بره الصوره بتبصي لها من فوق تحس انه ايه ده ممكن يكون في سبب انا مش واخده بالي منه. ففكره ان احنا نبقى كونشس هما بيحسوا بايه واحنا حاسين ده ليه، هيخلينا عارفين نعرف نتعامل معاهم احسن. فمش هنبقى حاطين في دماغنا ان هو بيضايقنا. هو دايما في جمله كده دايما بحطها في دماغي انه the child is not giving you a hard time, he is having a hard time. هو اصلا بيجرب وقت صعب. هو مش بيقدرك. بس انت لو فكرتي هتلاقي ان هو عنده يا اما مثلا انت مع صحابك في كافيه وعمال يكسر في الحاجه، ممكن يكون عايز اتنشن، عايزك تبصي له. هو عارف ان هو مش هيعرف ياخد اتنشن غير لما يعمل كده. ففكره ان انت تبقي mindful and conscious هو ايه اللي بيعمل ده هيسهل عليكي كتير قوي. هيخلي علاقتك بالطفل احسن. مش هتبقي شايفه ان هو عبء عليكي، هتبقي شايفه ان هو عنده مشكله انت بس بتحاولي تفكي له الشفره بتاعته. يعني عمري ما فكرت كده. انا بقالي فتره ايه بتقولي ركزت في الموضوع ده، بس مركزه فيه اكتر. يعني امتى بدا الموضوع قوي ركزت فيه؟ كنا مسافرين وهي قالت لي نايميلي، وانا عارفه عشان مكان جديد وكده فخلاص ادخل اقعد انام جنبها. فانا اي واز اكسبتنج ده افضل قاعده جنبها وطبطب عليها وكل حاجه. وفجاه بدات اتعصب. انا لما وقفت فكرت شويه اكتشفت بجد التكييف خبط فيا فانا بردانه، فانا عايزه افلس عشان اقول اوكي. عارفه الموضوع بسيط قوي ان انت كمان تبقي كونشس انا حاسه بايه. يعني
كنا بنتكلم على انتوا بتصعبوا الدنيا علينا جدا. كانت حلقه وبعد ما خلصت معاكي وكنت بكلم نورة بقول لها انا ضرسي وجعني ورحت للدكتور السنان ضرسي وجعني طول اليوم فطول اليوم متعصبه عليكم. قالت لي ايه ده انت بتاعي هي عارفه هي ليه متعصبه. ما هو ده فعلا. وعلى فكره والله بيحسن علاقتنا باطفالنا جدا، لان انت لو انت دايما شايفه ان انا متعصبه ومتوتره وهم مضايقني مش هتعرفي تريليتي ان هم بجد مش هم المشكله. احنا محتاج 90% of the time احنا اللي بنبقى المشكله، بس احنا بنرفلكت ده على الاطفال. فهو محتاج ان انت بجد تبقي مركزه. هو مش سهل خالص، بس وانس ان انت عرفتي الكونسبت هتلاقي نفسك بتعمليه اوتوماتيك. هتلاقي نفسك كل فتره كده بتقفي زي الاقي ايه ده ايه اللي حصل. يعني احنا فعلا يعني حاسه ان اكتر حاجه مهمه يعني ممكن نقولها انه اول حاجه انت ده شخص معاكي مش شنطه. لان الكونشس بارنتنج ده برضه انت بتكونسيدري الحد ده عايز ايه ليه نيدز. ممكن تبقي شايفه ان الخروجه دي فان بس اكشولي هو مش اكسايتد، هو خايف، هو متوتر، هو عايز يروح البيت، اي حاجه. فهو حد معانا وندخل جوه دماغه. يعني انا حاسه فعلا فكره كونشس بارنتنج ان انا ادخل جوه دماغه اشوف الدنيا من دماغه هو بيقول فين دلوقتي. انت عارفه دي حاجه برضو انت قلتيها لما اللي هو ممكن يبقى هو مش مبسوط في الخروجه. انا ممكن اساله او اسالها يعني لو هي بتتكلم او حاجه مش بيبي يعني هل انت هتتبسط في المكان ده ولا احاول ادور على حاجه تانية تبقى تمسك العصايه بالنص انا ابقى مبسوطه وهو مبسوط. زي ما بتتكلمي مع جوزك او حاجه انت لما بنروح المكان انت بتقولي له انا رايحه المكان الفلاني او نخرج في الحته الفلانيه تمام. نسالهمش بقى هم السؤال ده تمام ولا لا وتكونسيدري برضه ان انت حتى لما تتفقي معاهم على حاجه ممكن يروحوا على الرأي ده كده ده موضوع تاني. تبقي فاهمه ان احنا امبارح طول اليوم عاملين بلان ان احنا هنتغدى بيتزا بس اللي احنا حطينا جبنه بيتزا بس لا انا مش عايزه. ايه ده ما كنتش عايزه بحبهاش انا لسه عايز بيتزا مربعه فانا ماشي شكرا. فده على طول بيحصل فعلا ان انت accept their minds ان هم بني ادمين مش ان انت مش شلط. انت حقنا صح. حلو الكونكلوجن. احنا الفتره اللي جايه نركز بقى. لا انا الحته اللي هي قالتها بصراحه دي خطيره بالنسبه لي ان انا اقعد اشوف كونشس بارنت انا اصلا فيا ايه وهو اصلا في ايه وبعدين نبدا نانلايز بقى الكيس اللي حاصله دي. ده بالنسبه لي وهتلاقي على فكره ده كمان بيأبلاي على البيهيفير. يعني حتى لو هو عنده بيهيفير مش احسن حاجه لما انت تركزي هتلاقي ان ده بيتريجر يو فور ريزون. اوكي بالظبط. ثانك يو سو ماتش رنا القعده حلوه. على ايه بالعكس انا جدا والله واخيرا اتقابلنا فمبسوطه قوي. ثانك يو سو ماتش للسبورت previously and then support ان انت جيتي already شرف ليا والسبورت اللي بعد كده كمان. انا يعني I'm a big fan بجد. ثانك يو سو ماتش. بسمع البودكاست العربيه ده مرة تسمعينا احنا الثلاثه انت معانا في الوقت ان شاء الله. Thank you so much for having me. Thank you.